السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض البسبوسة بطريقة جميلة جدا وسهلة ومش هتفشل منك ولا هتنشف، وهنعملها بدقيق السميد السايب مش اللي في الكياس خالص. هنعملها في البيت بطريقة جميلة وهتكون مرملة وطرية جدا. يلا بينا نشوفوا المقادير مع بعض. مقاديرنا عبارة عن نص كيلو من دقيق السميد اللي هو السايب مش اللي في الكياس خالص، يعني ده لا عليه محسنات ولا جوز هند ولا اي حاجة. ده نص كيلو دقيق سميد سايب، عليه كوباية الا ربع من السمنة. تمام، انا مسخنة السمنة مسيحاها وحطيتها دلوقتي عليها ومش هعجنها، لان البسبوسة ما ينفعش ان انتي تغيبي فيها في العجن. لازم تكوني بتعمليها بخفية كده علشان ما تنشفش معاكي. بعد ما شربت كل دي السميد السمنة بتاعتي، هبتدي ان انا اكون محضره لها كوبايه الا ربع من الميه وربع كوبايه سكر. هحط السكر على الميه وهدوبهم زي ما انت شايفه كده، وبعد كده هصبهم على الخليط بتاع دي السميد بالسمنه. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش لايك واشتراك في القناه عشان يوصلك فيديوهاتي. بعد كده هبتدي ان انا اقلبها. لو انتي حابة تبدلي بدل كوباية الا ربع المية باللبن تقدري تعملي، وبس تخلي اللبن دافي. طبعا احنا حطينا ومن غير عجن ولا حاجة زي ما اتفقنا. وبعد كده هكون محضرة الصينية بتاعتي ودهنتها سمنة، وهبتدي احط البسبوسة بتاعتي. شايفة هي نازلة ازاي؟ مش معجونة، طرية زي ما انتي شايفة. انا هتك عليها علشان اساوي الوش بتاعها واكون مشغله الفرن بتاعي والشوايه. هحطها طبعا في نص البوتاجاز علشان ما تنشفش معايا، لان دي ما ينفعش انها تتحط تحت، لازم تتحط في الرف الوسطاني. هتاخد معايا حوالي ساعة الا ربع. بعد كده ببتدي ان انا اعمل الشربات بتاعها، والشربات بتاعها بيكون خفيف ما بيكونش تقيل. المقدار بتاع الشربات بتاعنا كوباية ونص من السكر وكوباية ونص من المية. بسيبهم يغلوا على النار، وبعد كده بكون محضرة عصير ليمونة. بعصر الليمونة عليها واسيبها تغلي مرة واطفي عليه. انا مش عايزاه يكون شربات تقيل زي بتاع الكنافة. بمجرد ما هي بتخرج طبعا معايا من الفرن بيكون الشربات بتاعي سخن وهي كمان سخنة. يعني دي نقطة مهمة علشان البسبوسة بتاعتك تكون طرية. ما ينفعش الشربات يكون بارد وهي سخنة، لازم الاتنين يكونوا سخنين. بعد كده البسبوسة طلعت معانا زي ما انت شايفة كده، هي سخنة والشربات بتاعنا سخن. بنديها صدمة وبنديها كل الشربات. ما تفكريش ان الشربات كتير، سيبيها تشرب زي ما هي، وبعد ما تبرد ابتدي قطعيها. وبيبقى بالشكل بتاعنا ده وبتكون مرملة كده. واتمنى يكون الفيديو بتاع البسبوسة عجبك، ولو عجبك ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي. ان شاء الله اقابلكم في فيديوهات تانية.